بعد ربع قرن وانا بحاول افهم نفسي، جه في بالي حوالي 5 كذبات كانت بتتقال لنا واحنا صغيرين، لا وايه كنا بنصدقها وبنبني عليها المستقبل. وفي الفيديو ده هقول لك على اكبر 5 كذبات سمعتهم في حياتي، لو عرفتهم من بدري كنت هوفر على نفسي سنين. كلنا عارفين ان الانسان عليه السعي، بس في حاجات بتقال لنا بتوقف السعي ده اصلا. قررت اشارك معاك اخطر 5 كذبات سمعتهم ووقفوني للاسف شويه في حياتي. كذبه رقم 1: اعمل اللي بتحبه هتنجح. الكذبه دي شكلها حلو جدا الصراحة، بس للاسف مش دايما حقيقي. الناس دايما تقول لك اتبع شغفك، اللي هي اتبع اعمل اللي انت بتحبه وهتنجح على طول. كنت مثلا بحب ارسم، بس للاسف وغالبا ما حدش بيطلب اللي انا بعمله قوي يعني. بص، واللي انت بتحبه مهم بس مش كفايه، لازم تلاقي نقطه التقاء، اللي بتحبه، اللي الناس محتاجاه، واللي تكسب منه. كنت بحب النوم جدا، بس للاسف ما كانش في شركه بتدفع مقابل النوم. كذبه رقم 2: الجامعه تحدد مستقبلك. والله دخلت الكليه وانا متوقع ان انا مضيت عقد مع النجاح، محاضرات، كويزات، ميد ترم. حبايبنا بتوع الجي بي، انا دخلت انترفيوهات كتير قوي ما حدش سالني على الجي بي خالص، كله كان بيسالني بتعرف تعمل ايه. بس لقيت الدنيا بره بتقول لك انت بتعرف تعمل ايه، مش معاك شهاده ايه. من الاخر اللي بيعرف يشتغل هو اللي هيكمل. العلم مهم طبعا، بس التطبيق والمهارات اهم بكتير، الا طبعا لو عاوز تكمل في المجال الاكاديمي فالكلام ده مش ليك خالص. الجامعه ده موضوع كبير جدا هنتكلم فيه في فيديو بعد كده. كذبه رقم 3: ما تبينش شغلك. انت مش متخيل قد ايه فرص بتضيع عليك علشان ما ظهرتش شغلك. في ناس كتير ما بتبينش شغلها عشان متصوره انه مثلا حد ممكن يحسدني، او انا مثلا ماشي جنب الحيط عشان اعرف اكمل. الكلام ده موجود والحسد موجود فعلا، بس انت مش متخيل في فرص بتضيع عليك قد ايه لما ما بتبينش شغلك ما بتوريش الناس انت بتعمل ايه بالظبط. كذبه رقم 4: ان لسه في وقت. الكذبه دي الاحب الى قلبي عشان انا كذبتها على نفسي كتير. دايما كنت بقول لنفسي ان لسه عندي وقت وهبدا الكورس ده في الاجازه اللي جايه. في فتره الجامعه ديت عندك وقت كبير جدا، وانا وانت عارفين الكلام ده، فحاول تستغله في حاجه صح، والا هتندم على الوقت ده في المستقبل. عارفين كويس، عارفين ان انا محطم الارقام القياسيه في المسلسلات والافلام في فترات الجامعه، بس صدقني الوقت ده كله من عمرك مش هيرجع تاني. الكذبه الخامسه وليها علاقه بالكذبه الاولى: انا كده خلاص اتاخرت. ودي بعتبرها من اخطر الكذبات اللي ممكن تصدقها. بص، انا مبدئيا كده مفيش حاجه اسمها اتاخرت، في حاجه اسمها لسه ما بداتش. طول ما في نفس في فرصه، بس انت لازم تقرر تبدا امتى. تذكير بسيط: تولت 2025 خلص. مدرك الموضوع ده؟ انت اكيد صدقت واحدة من 5 كذبات دول، بس ما تقلقش كلنا كده. قول لي في الكومنتات ايه اكتر كذبة وقعت فيها. لو الفيديو ده خلاك تفوق شوية، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان الجايات كتير.